اخر اخبار النادي الاهلي يا جماعه، ووحشني جدا النادي الاهلي اقسم بالله. اكيد زي ما وحشكم جماعه، هو اللي مفرحنا هو. انا بعد النادي الاهلي انا الفرحه انطفت. انا بصوا الاخبار مفرحه. طب والله جاي اقول لكم اخبار مفرحه، عندنا 10 اخبار احلى من بعض. بصوا الابتسامه رجعت تاني، الابتسامه كانت اتطفت. جماعه عندنا 10 اخبار مهمين النهارده، وكلهم فرايحي بقى وحلوين. وفي نص الاخبار في الخبر الخامس خبر مهم قوي، واول خبر مهم قوي. جماعه الاهلي عشان نعرف قيمه النادي الاهلي مش زي النوادي التانية. جماعه الاهلي بيحسم 5 صفقات في الميركاتو الشتوي. خلاص احنا حسمناهم، الحمد لله الحمد لله يا جماعه. عندنا اول حد يا جماعه احمد عيد ويوسف بالعمري، وعندنا عمرو الجزار، وعندنا هادي رياض، وعندنا مروان عثمان. لعيبه يا جماعه، انا بفرح قوي لما اعرف ان في صفقات. عارفين الابتسامه بتنور كده. تاني خبر معانا ان المصري ارسل جواب الاستغناء خلاص بتاع احمد عيد على فكره النادي الاهلي. وعلى فكره الصفقه تمت مقابل مادي فقط. الناس عماله السوشيال ميديا عماله بجد تتكلم ان الصفقه تمت بمقابل مادي وفوقيهم لعيب. على فكره الصفقه تمت بمقابل مادي فقط، وعلى فكره جواب الاستغناء يكون وصل. ولو على فكره كان في لعيب في المقابل كان ظهر الكلام ده. اصل مفيش لعيب هيتسحب لتحت اكيد. يعني الناس اللي بتتكلم كلام اوزنوا الكلام، اكيد مفيش لعيب هيتسحب. هو مقابل مادي فقط يا جماعه، والنادي الاهلي مش هيكذب. تالت خبر معانا وخلاص، مروان عثمان مهاجم سيراميكا اهلاوي. خلاص اهلاوي تمت. يعني الناس بيقول لك لا لسه ما تمت. عايزين نعرف بقى ارقام مروان عثمان. جماعه هو لعب 81 مباراه، عمل 7 اسيست 6 جوان، ارقام كويسه. وطبعا اللعيب لسه صغير فاهمين. وان شاء الله ما يجي مع النادي الاهلي بقى انطلاقه. والله انا عشمانه جدا في الصفقات دي، عشان انا يعني الفتره الاخيره بالنسبه لنا ما كانتش احسن حاجه. اللعيبه نفسها ما كانتش احسن حاجه معانا. فانا اتمنى الصفقات دي تكون وش السعاده علينا ووش الخير، عشان الواحد مش عايز يكتئب. كفايه المنتخب يعني، كفايه كده، كفايه اكتئاب. انا عايزه ارجع افرح مع النادي الاهلي، هو اللي كان مفرحني والله. افتقدته. جماعه الخبر اللي احنا كده قلنا 3 اخبار. احنا قلنا احمد عيد وقلنا مروان عثمان. جماعه لا احنا الخبر الخامس معانا يوسف بالعمري الظهير الايسر للرجاء. خلاص هيوصل الاربع الجاي عشان يتمم اتفاقه مع النادي الاهلي. خلاص هو يوسف بالعمري اهلاوي على فكره، هي الصفقه تمت، بس عارفين خلاص جاي بقى الكشف الطبي والحوارات دي. يوسف بالعمري اهلاوي، خدوها مني وما ترجعوش ورا. يوسف بالعمري اهلاوي ده كده. وعلى فكره يوسف بالعمري من لعيبه كويسه قوي. لو حد كان اتفرج عليهم اتفرج عليه مع فرقته، لعيب كويس قوي. يعني انا متفائله خير بيوسف بالعمري، متفائله خير قوي ان شاء الله. يعني بيوسف بالعمري ان هو ان شاء الله هيكسر الدنيا معانا ان شاء الله. نقدم المشيئه اهو ونمسك الخشب ونعمل كل حاجه، عشان احنا حد بيبص لنا في صفقاتنا، في عين بترشق في صفقاتنا. ناس مش عارفه تجيب صفقات فبصلنا فيهم، والله بيحصل لهم حاجات غريبه. يعني في ناس بتجيلها صليب قبل ما تجيلنا، دي عين. الخبر اللي جاي معانا يا جماعه على فكره عمر كمال عبد الواحد ده خبر نوعا ما مش احسن حاجه. خلاص راح سيراميكا عمر كمال. وعلى فكره هيبدا خلاص تدريباته تاهيليه مع سيراميكا، يعني خلاص داخل في ان هو ينضم التدريبات الجماعيه. طبعا انا كنت بحب عمر كمال عبد الواحد. على فكره كان لعيب كويس حلو، بس اقدر يعني اللي عايزه اقوله ان كل فتره وليها ناسها. يعني هو غير موافق مع النادي الاهلي الفتره دي. الناس اللي قالت ان النادي الاهلي مشاه كده غصب عنه، على فكره لا، هو حاسس نفسه ان هو غير موافق معانا، والنادي الاهلي نفسه هو غير موفق معاه. فعارف انت تحس ان انت ولا عارف تديني مردود ولا انا عارف احسسك اديك مردود. هي كان احنا وصلنا لنقطه كده بقى يعني فاهمين. فخلاص عمر كمان ربنا يوفقه في مع نادي سيراميكا، وعلى فكره نتمنى له كل خير لان هو كان لعيب كويس ومحترم. فما عنديش مشكله ان هو يمشي سيراميكا. وناس بتقول مشي غصب عنه، مفيش حاجه اسمها يمشي غصب عنه، مفيش لعيب بيمشي غصب عنه، مفيش لعيب بيجي غصب عنه. خدوها قاعده، ولا لعيب بيمشي ولا بيجي غصب عنه، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا خالص، مفيش. يعني قولا واحد. 7 خبر معانا يا جماعه. في نادي مجري اسمه فرانكي فاروزي، الحمد لله كنت قلت صح. مجري عايز جراديشار اعاره. طبعا جداي النادي الاهلي خلاص هيطلعوا اعاره. طبعا ده مش معناه ان جراديشار لعيب وحش او سيء اطلاقا. على فكره جراديشار لعيب كواليتي كويس، الكواليتي بتاعته نفسها معدنه كويس، بس مش هو بتاع المرحله دلوقتي. يعني هو مش عارف يدينا المردود اللي احنا عايزينه فاهمين. واحنا ما عندناش وقت، احنا عندنا بطولات كتيره، ما عندناش وقت نستنى يعني فاهمين. فجراديشار هيطلع اعاره. هو خلاص كده قولا واحدا هيطلع اعاره.
وطبعا انا اتمنى التالق ليه، يعني اما يطلع احنا على فكره لما لعيب عندنا حتى مش بينجح معانا بتمنى له والله النجاح بره عادي، او مش بيدي المردود احنا بنتمنى له يعني يتالق عادي، ده مش حاجه تعبنا ولا تعيبه عادي. اتمنى بس ان خلاص يطلع اعاره، عشان احنا عندنا صفقات جديده كتيره جايه، وعلى فكره في صفقات تانية الاهلي هيجيبها انتظروها. تامن خبر معانا يا جماعه ان الاهلي خلاص راجع يا جماعه يلعب مع يانج افريكان. اخيرا اخيرا هنشوف الاهلي يا جماعه، هو دوري ابطال افريقيا مش دوري مصري بس، الحمد لله هنشوف الاهلي تاني. انا بقالي كتير قوي ما شفتش الاهلي، انا نسيته، انا نسيت شكل التيشيرت يا جماعه لولا انها عندي. يا جماعه انا بجد الاهلي وحشني، يعني المنتخب غمني غمه، يعني عارف اللي هو يعني عياط بقى عياط المنتخب. النادي الاهلي يعني والله بص اول ما باجي اقول حتى النادي الاهلي ببتسم. جماعه بتبقى ابتسامه طالعه من القلب والله العظيم، يعني بحس ان هو نادي فرايحي كده، فرايحي مش غم. يعني في نوادي تانية نكد لو كل يوم اخبار وحشه 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 وحشه، هم عارفين نفسهم طبعا يعني بجداره، مفيش حاجه حد ينافسهم فيها خالص. بجداره يروحوا يعني خلاص هم ناس نكديه، احنا عندنا اخبارنا فرايحي. انا وحش النادي الاهلي، عودا حميدا للنادي الاهلي الحمد لله، وان شاء الله موفقين في ماتش يانج افريكان في دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله الفوز لينا. عايزه انوه عن حاجه، الناس اللي بتقول ان حامد حمدان الاهلي مش عارفه ايه اسلح بيراميدز وهو ما رضاش بيروح بالنادي الاهلي. جماعه انتوا بجد مدركين؟ جماعه عايزه اقول لكم على حاجه، ان كل لعيب زي ما انا قلت من شويه من كام دقيقه، ان مفيش حاجه اسمها لعيب بيروح غصب عنه، مفيش لعيب بيمشي غصب عنه، مفيش لعيب بيروح حته غصب عنه، فاهمين؟ هو يا جماعه اختيارات عادي، هو شايف ان هو مع النادي الاهلي مش هيبقى احسن حاجه. جماعه والله دي ولا تعيبه ولا تعيب النادي الاهلي، عادي يعني. جماعه الموضوع ايزي خالص، زي ما كانوا قالوا زيزو مشي غصب عنه من نادي الزمالك. زيزو مش غصب عنه، ما تضحكش على بعض يا جماعه، ما تضحكش على بعض، مفيش حد بيمشي غصب عنه. زيزو شاف نفسه مع النادي الاهلي احسن، شاف نفسه هناك ايمج فلوس بطولات كل حاجه. معلش احنا النادي الاهلي بياخد بطولات، ودي قولا واحدا واكتر نادي بياخد بطولات افريقيا صراحه يعني. يا جماعه انا عايزه اوصل لكم حاجه، ان الحياه اختيارات، هو اختار بس ما مشيش غصب عنه. حامد حمدان اختار نادي بيراميدز، ده ما تعبناش ولا تعيبه، عادي هو حر، هو شايف نفسه مع بيراميدز زي ما زيزو كان شايف نفسه مع الاهلي، عادي الموضوع ايزي يا جماعه. والله الناس اللي شغاله دماغها قوي الموضوع اتفه مما يكون، اتفه جدا. يعني انا شايفه ان الموضوع اسهل خالص، ده سهل قوي، راح هنا يجي مكانه كذا عادي. يا جماعه لعيبه كتيره، لعيبه كتيره وتتمنى النادي الاهلي. يعني انت روح قول لواحد كده نفسك تلعب فين، يقول لك في النادي الاهلي. انزل الناس في الشارع قول نفسي اروح النادي الاهلي. مفيش اكتر من اللعيبه يا جماعه والله، احنا بس اللي عاملين ازمات ومنافسين شويه، فعادي كبروا دماغكم والله، عادي كبروا دماغكم. خلاص يا جماعه الاخبار خلصت معانا، استنوني في اخبار جديده.